السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ينفك بها الكرب وينحل بها العقد ويفتح لنا بها أبواب الفرج. بصوا يا حبايب قلبي، هنعمل إيه لأولادنا أخدوا اللي خلصوا المدارس واللي لسه بيمتحنوا، ربنا معاهم يا رب. هنعمل لهم برضو حاجة حلوة في الفرن كده، يقوموا ياخدوا كوباية شاي بلبن يفطروا بيها، يشقوا ريقهم. فهنعمل شوريك. اللي عارفه أكيد أكيد كتير عارفينه. أنا مش عارفة عملته معاكم على القناة ولا لأ، أنا عملته كتير بس والله بجد انا مش عارفه. بصوا يا حبايبي، ده هنا المقادير عندي. انت تعملي نص كيلو ماشي، تعملي كيلو، تعملي 4 كيلو، اللي انت عايزاه هتضاعفي المقدار اللي انت شايفاه ده. نبتدي بسم الله. بصوا، ده كيلو دقيق لجميع الاغراض. انا على فكره عملته بالمنخل كده شويه برضه، وهي معجنات ما بتعملش بس انا حبيت اعمله. ماشي. وكوبايه زيت، كوبايه لبن، كوبايه سكر، كوبايه رايب، هي كوبايه هي برضه. وممكن بقى اكمل في العجن، ممكن كوبايه ميه دافيه او كوبايه لبن انتي وبراحتك يعني. بيضتين، فانيليا طبعا ادام في بيض، كيس بيكنج باودر وكيس خميره ورشه ملح، ونتوكل على الله. شوف هنعمل ايه. بصوا حبايبي، اهو كيس البيكنج باودر اهو كله، ونحط بركه الله بسم الله رشه الملح، ونقلب المواد الجافه كده مع بعضها زي ما احنا شايفين. هنجيب بوله بقى تانية ونحط فيها ايه يا حبايبي، نحط فيها كوبايه السكر. مش عايزه تقللي قللي، احنا كده كده بنحط عليه سكر من فوق الوش. وكوبايه الزيت، بس زيت حلو يعني، لازم يكون الزيت حلو نضيف. وكوبايه اللبن او الحليب بس يكون دافيه بالشكل ده. هنحط البيضتين، هنحط الفانيليا، اذا تزودي كمان زودي، لسه هنحط برضو ايه، هوريكم انا فوق الوش ايه هنعمل ايه. هحط الرايب كوبايه برضو اهي، بس بصوا رايب جميل ازاي. وهحط كيس الخميره كده. انا حطيت كل المكونات كده مع بعضها، مفيش حاجه تاني هتتحط. هنعمل ايه بقى، هنقلب بقى السكر مع الزيت مع البيض مع الحليب مع الرايب، خميره والفانيليا، ونسيناش حاجه. دايما لما نيجي نعمل كده حاجات تفضلي تقولي انا هنسى ايه، انا هنسى، انا نسيت ايه، انا هعمل ايه. فدايما تكوني مركزه عشان حاجه بسيطه واحده ممكن ايه، ممكن الوصفه تبوظ يعني. اهو بصوا حبايبي، بصوا يعني انا حسيت السكر داب تحت ايدي، وطبعا الرايب وكله داب اهو. هنشتغل بقى ونحط ايه، نحط الدقيق بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط ونقلب لحد ما ايدينا خلاص المضرب ما يقلبش، هنعمل بايدينا. بس احنا دلوقتي ايه، هنقلب عادي لان لسه سايله. بصوا فاض دقيق مش مشكله يعني، احنا هنعمل على قده. عايز لبن هنحط يا حبايبي، حاجه جميله في البيت للاطفال و... ويلاقوا حاجه بالليل ياكلوها. انتوا عارفين ان الاولاد يقعدوا بالليل عايزين ياكلوا حاجه، والحاجه بقت غاليه دلوقتي في الافران يا حبايبي. فاحنا ندبر ونشتغل وما كسليش. ماشي يا حبيبتي، ونشتغل ونعمل حاجات بسيطه بسيطه جدا جدا، مش تاخد معاكي 10 دقايق. بقت جميله وناعمه وحلوه ازاي، بقت جميله كده ومطاطيه وملساء كده وجميله تحفه. احنا بس ايه، هنسيبها تخمر وترتاح. وسابت الطبق اهي، اهي كده بقت جميله. هغطيها بقى بستريتش راب
بالشكل ده كده. اهو كده، ونغطيه بقى ونركنه كده ساعة، ساعة الا ربع، ونشوف ايه بعد ما يخرج. شايفين بقى هي ايه؟ نطلع منها الهواء كده وناخد نصها كده. انا هقطعها حتت كده بقى زي ايه ما تيجي معايا. انا اشوف كبيره هصغرها، صغيره هكبرها. اقطعها كده بس ايه، واركنها عشان ايه ترتاح. بس اعمل كده كده عادي، يعني اي حاجه كده مش مهم صغيره وكبيره، انا هظبطها دلوقتي. نعمل الكميه كلها كده، بس انا ايه عشان المكان يعني هعمل شويه شويه. ماشي يا حبايبي. اهو تمسكيها بقى تبرميها كده، بصي بالشكل ده كده. تخليها ايه يعني متوسطه، ولا تخينه ولا رفيعه. وتيجي كده من الحرف ده كده الاولاني تلفيها كده كده. بصي يا حبيبي، بصي بصي بصي. هنيجي بقى على الطرف ده نحطه كده عشان ما تفتحش، وبعدين نحطها في صينيه. بصوا شكلها جميل ازاي. وبعدين اجيب الصينيه احطها كده. ممكن ادوس عليها، ممكن تعمليها اكبر من كده، بس انا حابه ده لان لسه برضو ايه هتخمر شويه. ماشي، نعمل واحده كمان مع بعض. نفس النظام ده كده يا حبايبي. البنات كلها تشوف كده، واللي قاعدين في اجازه من المدارس يساعدوا ماما كده ويعملوا حاجات جميله وحاجات سهله وبسيطه، مش هتعبكم ولا حاجه. بصوا يا حبايبي، اهي بتلفي زي ما اكنك ايه بتلفي عادي. تجيبي الحرف كده تشبكيه تحت عشان ما يفكش يا حبيبه قلبي. بالشكل ده. احطها برضو في الصينيه كده. هو ان هنحاول يبقوا بعيد عن بعض شويه عشان خاطر ممكن تخمر شويه وفي النار تكبر وكده. هشتغل بقى معاكم يا حبايبي في الكميه كلها لسه. بصوا بركه ربنا. بصوا اهو لسه في ياما، وهنشتغل اهو مع بعض وهنشوف عملوا لنا العدد كام كيلو، عمل كام قد ايه يا حبايبي، كام واحده يعني. بصوا يا حبايبي، انا حطيت حبه لبن على نقطه فانيليا على حبه نسكافيه وقلبتهم، وهدهن الوش كده. ده نسكافيه يعني هيخليها حلو. وبعدين ايه هنرش سكر فوق الوش زي ما احنا شايفين كده. تدي ريحه وطعم بقى ايه وشكل ولون، عشان النسكافيه واللبن هيحمر الوش كده. تمام. انا هعمل معاكم صينيه وبعدين هبقى اعمل ايه الباقي اللي انتوا شايفينه ده. رش شويه سكر كده، سكر سكر عادي بتاع الشاي ده، يعني مش ناعم، لا سكر خشن. الشكل ده كده برضو كله. وما احنا شايفين تبقى حاجه جميله جدا جدا، والاولاد هيحبوها بقى عشان السكر ده، وهيغريهم بقى ويخليهم ايه ياكلوا. بصوا يا حبايبي بالشكل ده كده. مش مهم السكر اللي يقع والحاجه اللي تقع دي مش يعني ما فيهاش مشكله. هندخل بقى الفرن ان شاء الله، وهعمل بقيه الصواني كده وهنشوفهم ان شاء الله بعد ما يخلص باذن الله. بصوا يا حبايبي، بصوا الجمال. شايفين حاجه جميله اهي، ما كلفناش يعني ما كلفناش حاجه، واحنا وانت قاعده كده في البيت عملتي طبق قد ايه حوالي 35 قطعه. و... وكمان يعني عايزه اوريكم، وانا عايزه اوريكم عامله ازاي. بصوا الجمال، قطنيه وهشه ازاي، وكمان معسله، وكمان اما طلعت من الفرن دهنتها بعسل عشان تلمع كده وتبقى جميله، وكمان طعمها حلو. والله مش قادره اقول لكم الحلاوه دي. بصوا الجمال. اما اشوف بقى استاهل لايك ولا ايه. واللي عايز الطريقه بتاعت الكيكه القمر دي، بصوا دي كيكه بالبرتقال. قلت بالمره بما ان الفرن والع برضو نعمل كيكه. بصوا الجمال، وعيالنا تاكل وتهيص وما كلفناش حاجه، والحاجه غاليه يا جماعه
واعملوا بايديكم، والله العظيم هيبقى البيت فيه بركه وخير وحاجه جميله قوي، والعيال بتفرح بيها وريحه البيت بتبقى كله بركه. بس لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسونيش باللايك بقى. يعني بصوا الجمال، يستاهل ولا ما يستاهلش لايك؟ يلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.